السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. شكرا على أي كومنت حلو، وشكرا على اشتراككم في القناة، ويا رب أكون قد المسؤولية. وادعوا لي بدعوة حلوة باستمرارية القناة. إن شاء الله النهاردة هنعمل أكلة سمك جبارة من مطبخ مكة، وازاي تضاعف الكمية حتى لو عندك كمية قليلة. اول حاجة جبنا الجمبري، كنت بوريكم حبايب قلبي، وبنشيل الكيس الرمل بتاعه وبنغسله، ما بنقعدش كتير علشان الاسماك ما بتحبش ان هي تقعد في الخل والليمون كتير ان شاء الله. ويبقى يعني حوالي 10 دقايق، وبعد كده نشطفهم ان شاء الله في حبة ملح وخل وليمون. وبعد كده بصفيهم كويس جدا، واهم حاجة نشيل الكيس الرمل عشان ده بيبقى مش حلو في الاكل وبيبقى مؤذي. فان شاء الله هنعمله بطريقه حلوه، وهوريكم النهارده احلى تتبيله واحلى طريقه للسمك لو كميه قليله، ازاي تضاعفيها ان شاء الله من مطبخ مكه. اول حاجه جبت بوله حبايبي هنحط فيها، هنعمل الخلطه. اول حاجه حطيت معلقه ونص ان شاء الله توم، وحطيت معلقه كبيره ده فلفل الوان على فلفل اخضر كانوا عندي، ودي طماطمايه مبشوره. جربي بقى الخلطه بتاع ام مكه اللي ان شاء الله كل ما حد بيدوقها عندي بيقول لي انت بتعملي فيه ايه، بيبقى زي العسل. ومعلقه كبيره كمون، ونص معلقه شطه، ومعلقتين كبار خل. الخل يكون نوعيته كويس عشان يديك تطعيمه حلوه، وليمونه كبيره او ليمونتين صغيرين في الحجم ان شاء الله، عشان كلنا عارفين ان اساس اي تتبيله اسماك هو الخل والليمون والثوم حبايب قلبي. بصوا بقى الخلطه من غير ما اتكلم بقى حاجه تحفه تحفه ان شاء الله تعجبكم. وحطي الطماطمايه، بتسكرها وبتديها طعم حلو جدا جدا. هنخلط المكونات كويس، وان شاء الله هنحطها على الجمبري والسمك، هما الاتنين ياخدوا حياء. مفيش اي مشكلة، ما تفصلهمش، دي اسماك يعني مفيش حاجة، بيبقى نفس ان شاء الله التتبيلة هتاخد الاتنين، هيبقى ياخدوا طعم التتبيلة. ونسيبهم حوالي تقريبا ساعة يتبلوا، عقبال ان شاء الله بنعمل احلى شوية رز. ونشوف هنقلي الجمال ده كله بعد ما يتبل ان شاء الله. خلطتهم كويس جدا ان شاء الله كده مع بعض، يشربوا بقى من التتبيلة العسل دي. وحط الطماطمايه، وان شاء الله تطلع معاكي عسل عسل. بصوا خلطتهم كويس اهو جدا، وان شاء الله حبايب قلبي هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. عندكم الخير والسعادة، وربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم ان شاء الله. هنا بقى هي جبت حلة، هنعمل شوية رز صيادية بني زي العسل. حطيت حوالي 5 معالق كبار زيت ذرة نضيف، ونزلت عليهم ببصلاية واحدة كبيرة او متوسطة اللي متاحة عندك الخير كله. وبعد كده بنشوحها، واول ما تتشوح ان شاء الله والريحه تطلع، حطيت نص معلقه فلفل اسمر، وحبه شطه حوالي يعني ربع معلقه، وحطيت نص معلقه 7 بهارات. انا اكتر من كده في الرز البني انا بصراحه ما بحطش. في ناس تقولك معلقه سكر وفي كرمليه، لا هي دي طريقتي، والحمد لله رب العالمين بيطلع زي العسل. اول ما يتشوحوا وريحه التوابل بنحطها في الاول عشان تطلع، والبصل ياخد اللون البني. انا مش عايزه بني فاتح، انا عايزه لون غامق علشان يدي لون حلو للرز. بصوا بيبقى لونه غامق كده. هننزل عليه ان شاء الله، ده كان كيلو رز غسلاه ومصفياه. ونشوح بقى البصل مع الرز، احلى رز صياديه تاكليه ان شاء الله. وظبطي الملح بتاعه، اهم حاجه تشوحيه كويس حبيبه قلبي، علشان ان شاء الله يطلع معاكي مفلفل ومش متعجن. مفيش حاجة اسمها احط المية ولما تغلي احط الرز، لا جربي الطريقة دي وان شاء الله هيطلع معاكي الرز ناجح، وهيطلع معاكي زي العسل. شوحته بقى، واول ما يتحمص لمدة 5 دقايق نزلت عليه بمية عادية جدا لغاية ما نغطي الرز حبايبي. بصوا البصلة لازم تبقى غامقة شوية معانا كده، مش محروقة، لا بيبقى بني، درجة بني غامق، علشان تديك اللون البني الحلو اللي بنشوفه في المطاعم. واول ان شاء الله لما يتشرب هنوطي عليه ويكمل سوا. هنا بقى السمك كان حبايبي اتبل معانا، ولبست بقى الجلافز، وكان
معانا هنا طبق فيه دقيق، والطبق التاني حطيت فيه حبة دقيق وحطيت عليهم نص كوباية مية لغاية ما اخد القوام اللي انا عايزاه، وحبة ملح وحبة فلفل. بس اللقطة دي بقى معلش سامحوني ما جاتش معايا في الكاميرا. فأول حاجة بنبدره في الدقيق، وبعد كده بنحطه في العجينة السحرية بتاعة أم مكة اللي إن شاء الله هتضاعف لك الكمية، وبيبقى طعمها حلو جدا جدا. العجينة السحرية دي على حسب إن شاء الله ما يكون السمك بتاعها، ما ولا تخينة ولا تقيلة، بتبقى متوسطة. وبعد كده بناخده بالطبق علشان ما تبهدليش الدنيا، ما ينفعش نحطه في طبق ونسيبه، بيبقى على زيت سخن حبايب قلبي إن شاء الله على طول. أول ما ياخد الجمبري طبعا كلنا عارفين ما بياخدش سوا، وأول ما ياخد معاك اللون الذهبي علشان ما يشدش معاك وتعوق عليه في السوا تطلعي الأسماك. ممكن نسيبها شوية. الجمبري لا حبايب قلبي ما ينفعش ان انت تسويها كتير على النار، ده سر من اسرار الجمبري عشان ما يطلعش معاكي شد. وبعد كده بنطلعها على ورقة مناديل. بصوا بقى الحجم بيتضاعف وبيبقى طعمها جميل جدا جدا، وما شاء الله عليها. كل اللي بياكلوا عندي بيقول لي انت بتعملي ايه بتضاعفي كميته ازاي. بيبقى حاجة ما شاء الله عليها تحفة. العجينة عايزة تخففيها اقل من كده مفيش اي مشكلة، علشان وتطلعش معاكي تقيلة، على حسب السمك اللي انت عايزاه. بصوا بقى، بصوا الجمال والحلاوة والطعامة بتاعة ام مكة. ان شاء الله يعجب حضرتك. والواحدة بصوا ده نص كيلو، يعني بصوا عمل كمية بيبقى حاجة تحفة. وبعد كده نفس القصة، تبلته في الدقيق الاول، وبعد كده العجينة اللي هي مثلا لو حطيتي كوباية مية، نص كوباية كوباية دقيق نص عليها نص كوباية مية ورشة ملح ورشة شطة بسيطة. وبعد كده ان شاء الله هنحطهم يتقلوا زي الجمبري. واول ما ياخدوا حبايب قلب اللون الاحمر ان شاء الله ان شاء الله هنطلعه. بص الرز بقى كان مفلفل وزي العسل، وان شاء الله هوريكم كل حاجة دلوقتي. بصوا اول ما ياخد اللون الذهبي على الجنبين حطيناه على مناديل مطبخ ونطلعه. بصوا بقى دلوقتي هوريكم النص كيلو كميته عملت قد ايه. تحس ان هو كيلو الا ربع كيلو، ما شاء الله عليه. بتضاعف حجم السمك وبتخليه جميل جدا جدا. وما تقلقيش منها، عايزة تخففيها زي ما قلت لك خففيها، بس هي بتبقى جميلة جدا وبتضاعف حجم السمك وبيبقى طعمه ما شاء الله عليه. لايك بقى ومتابعة وشير لممكة عشان يوصلك كل جديد. بصوا الكمية ما شاء الله عليها. يعني احنا لو اشتريناه بره بمبلغ هيبقى بمبلغ وقدره، فاحنا الحمد لله رب العالمين انا بعمله في البيت على طول بالطريقة دي وبيعجب الجميع. بصوا بقى الجمبري بيبقى الواحدة كبيرة، حتى لو هي صغيرة بتضعفها لك زي ما قلت لك. والطعم والتتبيلة عسل عسل. سيبيها نص ساعة، ساعة الا ربع ساعة، الوقت اللي متاح عندك، عشان طبعا كلنا عارفين ان مفيش وقت. عندك الخير والسعادة كلها. وعملنا شوية سلطة، كان عندي حبة صغيرين خالص جم طبقين، فكتها بشوية مية وحبة توم وملح وفلفل وكمون، وبحط عليها حبة زيت وعصرة ليمونة، وتعمليها أحلى حبة سمك ومش هياخدوا منك وقت. وتزيني علشان العين بتاكل قبل البق، يكون عندك الخير والسعادة كلها. وبصوا بقى الجمال، بصوا بقى هنرص السمك، وبصوا بقى الكمية مش هتصدقوا طبعا ان دي نص كيلو، لا والله ده نص كيلو. والعجينة السحرية بتخليه ما شاء الله عليه تحفة. وكل اللي بيدوق عندي ما شاء الله يعني بيقول لي انت بتعملي فيه ايه، وبيبقى طعمه جميل وبيبقى تحفة. متابعة بقى وشير ولايك لأم مكة، وخش اشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد بكل حب. وكل سنة وحضراتكم طيبين، عندكم الخير وعندكم الهنا كله. وإن شاء الله أشوفكم في وصفة جديدة، وإن شاء الله تعمليها وتكون زي العسل من إيديكي وتفرحي ولادك. لأن طبعا كلنا عارفين إن الرغيف بقى بمبلغ وقدره وفيه 2 جمبري، يعني زي حالتنا كده أسرة، فمش هيعمل حاجة. بصوا بقى احنا ضاعفنا الكمية بخلطة سحرية في البيت. دعوة منكم باستمرارية القناة، واشتركوا في القناة وقولي لحبايبك على قناة مطبخ مكة علشان إن شاء الله يوصلك كل جديد. وإن شاء الله تكون فتحة خير عليا
عليا وعليكم، وأهم حاجة تسمي الله وتصلي على الرسول الكريم، حياتك كلها تبقى إن شاء الله في نور وسعادة. وأشوفكم إن شاء الله حبايب قلبي في وصفة جديدة، وقولوا لي بقى في الكومنتات. أنا فرحانة جدا بعد يوم وبعد تعب طويل ومجهود، لما بيجيلي كومنت حلو بفرح بيه جدا. شكرا حبايب قلبي على أي كومنت انتوا بتبعتوه، متشكرة جدا جدا ليكم، وكله إن شاء الله في ميزان حسناتكم وجبر الخواطر على الله. مع السلامة حبايب قلبي، وفي حفظ الله ورعايته، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. أحلى بقى لايك أهو لأم مكة. في حفظ الله حبايب قلبي ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.